قناة. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. يدعون أنها لحماية الأطفال من بطش الآباء والأمهات، ينادون بالحرية ويتدخلون في تفاصيل التفاصيل داخل الأسرة والمجتمعات أو داخل الأسر والمجتمعات. إنهم ما يسمونهم بالسوشيال. فمن هم وما هي قصتهم وما هي نظرة علمائنا لهم لما يقومون به تجاه أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم؟ هذه الحلقة حلقة نارية حول هذا الموضوع. عشنا في الأيام السابقة جو من إثارة موضوع كبير وهام، وكان موجودا حقيقة منذ سنوات طويلة وليس الآن، ولكن لما تفاقم الأمر وحصل اختطاف الأطفال من الأسر الأبية التي لا تصبر على مثل هذه الأمور، فبدأت هذه الأسر أن تخترق فعلا السوشيال وتنشر أخبارها في وسائل التواصل الاجتماعي. نحيي كل إعلامي حر حينما تحدث عن هذه الجهة وتكلم بخطورة هذا الأمر، وأنه بالفعل سبي أطفال المسلمين وأخذهم وتربيتهم من أجل أهداف كثيرة سنسمعها الآن مع ضيفنا الدائم الشيخ حسن سلمان الذي نرحب به باسمكم جميعا. فإلى هذه الحلقة نود أيضا منكم مشاهدي الأكارم إذا كان لديكم تعليق أو إضافة أو حتى اعتراض في هذا الموضوع، نأمل منكم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه القناة وعلى الرقم 044 79478 31417 الذي يظهر في الشاشة أمامكم. فأهلا وسهلا إلى هذه الحلقة. مرحبا بكم شيخ حسن. أهلا وسهلا. مرحبا. الوقت قصير، نريد أن نعرف ما هي السوشيال ميديا. السوشيال. نعم. السوشيال ما هو فيه تشابه بين السوشيال ميديا والسوشيال اللي هي ما يسمونه بالجهة في حماية الأطفال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باختصار شديد، موضوع السوشيال هي عبارة عن مصلحة الشؤون الاجتماعية في الدولة السويدية. هي تلك الجهة التي تعمل على رعاية أو متابعة القضايا الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، ونحن طبعا
ندرك بأن الدولة السويدية تحديدا فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية وما يتعلق بالرعاية بشكل عام تكاد تكون من الدول المتقدمة، وتصنف كذلك نفس الدولة للأسف الشديد، ونحن نتكلم الآن عن هذه الدولة والممارسات التي حصلت فيها، وتصنف في إطار أيضا التطبيق الديمقراطي عالميا هي الدولة الرابعة تقريبا، يعني لا تتقدم عليها إلا النرويج ونيوزيلندا وفنلندا، وهي تعتبر رقم 4 تقريبا من ناحية الديمقراطية. فأنت فعلا وهي أيضا أكثر انتحارا يعني فيها على كل انتحار نعم. فيها. فالشاهد من أكثر الدول تصنف هكذا، من أكثر الدول انتحارا نعم فيه. وأمراض النفسية هي على كل متقدمة يعني. فهذه المصلحة على كل هي التي يعني يتكلم الناس عنها خلال الأيام الماضية، باعتبار أن الدولة السويدية ومنذ السبعينات دخلت في قوانين صارمة فيما يتعلق بمنظومة الطفل. حتى على المنظومة السويدية نفسها كانت مشكلة، دعك أن تكون هنالك منظومة ثقافية جديدة داخلة على المشهد السويدي. في السبعينات لما صدرت القوانين بشأن حماية الطفل، قام السويديون بخطوات متقدمة في تأهيل السويديين الأصليين نفسهم ليتقبلوا فكرة هذه القوانين ويعملوا على أن لا تكون هنالك مصادمة على كل لهذه القوانين. فهي الفكرة بادية من حيث قضية قبل الآن، يعني حتى يتابع معنا المشاهد، بدأت من السبعينات فيما يتعلق بحماية الطفل من كافة الظواهر التي يمكن أن يقع عليها سواء من المجتمع أو من داخل أسرته، وخصوصا في ظل مجتمعات قد تكون منظومتها الاجتماعية والثقافية والدينية مختلفة إلى حد كبير. يعني أنت مثلا يمكن أن تكون قضايا الخمور متاحة فيها، قضايا يعني حتى أحيانا قد يكون الطفل نفسه ميلاده نفسه فيه إشكال. فبالنسبة لمنظومتهم على كل الفكرة من حيث هي قد تكون محل قبول، لكن عندما تنقل هذه الفكرة إلى منظومة دينية واجتماعية وثقافية أخرى ما ممكن تتقبلها بنفس هذه الطريقة اللي أنت والله وضعتها فيها مثلا منذ السبعينات. فعلى كل هذه هي فكرة السوسيال، وهي مسألة حماية يعني هي المصلحة القائمة على الشؤون الاجتماعية من ناحية الخدمات، ولكن جزء منها منظومة الطفل أو حماية الطفل. طيب جميل على هذا التعريف شيخ حسن، لكن يعني من خلال المقاطع التي شاهدناها ومن خلال أيضا الكتاب والإعلاميين الذين تحدثوا عن السوسيال، وكذلك المواقف التي مرت بالأطفال، بصراحة سمعنا ما يعني لا تقبله الفطرة ولا تقبله الفطرة السليمة. على سبيل المثال يعني إحدى الأخوات تقول: اختطفوا مني ابنتي لأنني متهمة بالشرف، فانظر يعني نريد أن نتعرف ما مفهوم الشرف عندهم، ولماذا اختطفوا ابنتها التي هي في السن 12 إلى 15 تقريبا. كذلك أيضا يعني اختطفوا أطفال رضع للتو ولد طفل فأخذوه بعد يومين من أمه. وكذلك أيضا اختطفوا يعني فتيات وفتيان في أقل من 15 من عمرهم، ولكنهم اختطفوهم من أولياء أمورهم رغم رفض الأبناء هذا الموضوع. تعليقكم شيخ حسن؟ أحسن. حقيقة عشان الواحد يتصور ما تقع فيه الآن الأسر العربية والمسلمة بشكل عام في أوروبا وما تعانيه، لا بد أن نتصور طبيعة المنظومة الغربية إجمالا، وفكرة الدولة فيها، وفكرة الحرية فيها، وكذلك فكرة الأسرة أيضا. يعني إذا ما استطعت تتصور هذه القضايا كلها لا يمكن أن تستوعب ما يجري الآن. فباختصار شديد أنت أمام منظومة غربية تعلي من شأن مفهوم الحرية الفردية إلى أبعد مدى، هذه واحدة. أنت أمام دولة تقوم فيها العلاقة السلطوية مباشرة بين المواطن كفرد وبين الدولة كدولة. هذه طبعا لا أستطيع الآن أن أتدخل في المنظومة المقابلة، المنظومة الإسلامية وكيف تتراتب السلطة فيها ومفهوم السلطة فيها على مستوى الأسرة. يعني الإسلام يجعل اللبنة الأساسية في مفهوم السلطة الأسرة، ويجعل سلطة للأبوين. هنا أنت أمام سلطة ملغية، سلطة أسرة وسلطة أبوين على الأبناء ملغية. تمام. هذه الإشكالية. فأنت هنا الإسلام يقر لك سلطة على ولدي على أبنائك، حتى في ظل الدولة المسلمة
يعطي النصارى واليهود في ظل الدولة الإسلامية أن يربوا أبنائهم وفق عقيدتهم. يعني أنت هنا في الإسلام يعني حتى يتصور مع المشاهد إنه والله مفهوم السلطة فيها إنه للأبوين الحق في أن يعطوا أبنائهم التصورات الدينية والعقدية الأولى لهم. صحيح، لكن الشيخ حسن ليس فقط سحب السلطة، نعم. هم يستقصدون سحب السلطة. أحسنت، يستقصدون، يعني الطفل منذ أن يبدأ يعي الأمور يعلمونه أيوة. رقم السوشيال. لأن مفهوم الفردانية في المنظومة الغربية مفهوم ركنه، يعني يجب أن ينتهي به الحال كطفل إلى هذه الحالة، إنه علاقة مباشرة بينه وبين الدولة، لا وسيط أب ولا وسيط أم ولا وسيط أسرة. فهو منذ البداية هذا مفهوم استراتيجي عندهم في المفهوم القيمي. ثم كما تفضلت عندهم بعد ذلك مفهوم الحرية المفتوحة، تدخل فيها الحرية الاجتماعية، الحرية المدنية، كافة أشكال الحريات. فأنت أمام، أنا يعني حقيقة الموضوع طويل جدا إذا أردنا أن نفصل فيه، لكن لك أن تتصور أنه والله في منظومة بهذا الشكل ودولة سطت على كل السلطات، سلطات الأسرة وسلطات الأبوين وسلطات النظام السياسي، ثم تجعل المواطن بشكل مباشر من الطفولة إلى أن ينتهي به أمام الدولة، يعني من رعاية الطفولة إلى رعاية الشيخوخة هذه كلها نحن مثلا في المفهوم الإسلامي قد ما تكون عندنا بهذا الشكل. يعني عندنا الطفل يرعى من أبويه وهو في الصغر، ويرعى أبواه وهم في إيه؟ في الكبر. هذه الصورة عندنا، الصورة الطبيعية إنه والله الأب والأم يرعوا الطفل، ثم عندما يكبر الوالدان يبدأ الطفل يرعى أبويه. يعني حتى فكرة الدور عندنا، دور العجزة مثلا ليست كما هي الآن في المنظومة الغربية. فعلى كل هم صوروا يعني وضعوا قوانينهم بهذا الشكل لتكون ملائمة في نهاية المطاف، بحيث والله هذا الطفل لا يكون له ولاية من قبل أبويه وتحت حجة حمايته، وهي في حقيقة الأمر هي الذهاب إلى الفردانية والذهاب إلى الحرية المفتوحة التي لا يحول بين الطفل وبين ما يريد من شهوات، لا أب ولا أم ولا دين ولا عقيدة ولا غير ذلك. هذه الصورة اللي هم على كل يريدوا أن يذهبوا إليه. لو افترضنا ذهبنا معهم إلى أن والله أنت بصدد حماية هذا الطفل، نفرض أن والله هنالك اعتداء على هذه الطفولة وهنالك من ينتهك، هل الصورة المثالية أو يمكن أن تتحقق حماية هذا الطفل بأن تنزعه من أمه وتنزعه من أبيه ثم تسلمه إلى جهة أجنبية ليس هنالك أي مفهوم فطري أو مفهوم رحمي أو مفهوم يعني إنساني يجعل هذا الغريب الذي أنت تنقله إليه يعطيه مثلا حنان الأبوة ولا حنان الأمومة ولا حتى رعاية المحرمية اللي أحيانا للأسف الشديد لاحظنا مثلا بعض الأطفال وخصوصا البنات يذهبوا إلى بيوت غريبة عنهم فيتعرضوا للتحرش ويتعرضوا للاغتصاب ويتعرضوا لكثير من الانتهاكات. للأسف الشديد هم يتصورون الآن مثلا حموهم. لكن طيب أين الحكومة السويدية عن هذا؟ يعني الحكومة السويدية التي الآن هي تدعي بأنها تريد أن تربي الأطفال على حسن التربية وعلى الحرية وعلى النفسية الطيبة، أين هي من هذه المواقف؟ سمعنا مثلا أن الطفل تم اغتصابه 4 مرات مراكز سوشيال، وسمعنا أيضا كما سمعتم شيخ حسن أن كثير من البنات تم اغتصابهن، وهناك أيضا يعني حالة نفسية غريبة من الأطفال من البكاء وطلب العودة إلى آبائهم. فأين رحمة هذه الحكومة السويدية؟ ألا ترحم هؤلاء الأطفال؟ ما هي النتائج والثمار التي جنتها منذ السبعينات في اختطاف الأطفال من آبائهم؟ هو للأسف الشديد يعني ظاهرة الآن ما يسمى فصل الأطفال عن أسرهم تتزايد بشكل كبير جدا، بدليل أن هنالك فعلا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتطبيق القانون. لو افترضنا أن القانون سليم، نفرض أن والله هنالك قانون سليم لحماية هذا الطفل، مع أنه أنا أختلف جذريا في أنه لا يمكن لطفل أن يحمى خارج بيت الأبوين مهما كان. يعني يمكن أن يحمى في إطار بيت الأب أو يحمى في إطار بيت الأم، يعني حتى لو افترضنا فيه صحيح. يعني هذا سؤال يردنا إلى سؤال: هل هناك قلب عند السوشيال ميديا أرحم من قلب الأم؟ لا عند السوشيال لا يمكن مهما وفرت لهم. أنت للأسف الشديد تحيل هذا الطفل عوامل الفطرة الإنسانية كلها تقول بأن هذه الأم التي أنجبت الطفل لا يوجد أرحم منها في الخلق. هذه قضية معروفة، يليها الأب بعد ذلك. فإذا أنت والله أردت أن تقول لي هذا الأب قسى على ولده أو قسى على بنته والأم قست عليه، حولتهم إلى جهة أخرى.
المشكلة ما نراه نحن من إشكالات للأسف الشديد قد لا يرونه هم. يعني نحن مثلا نرى أن هذه البنت العفيفة الكريمة التي حملتها من بيت أبيها وأمها وسلمتها إلى بيت بيت آخر. أول قضية أنت مفهوم العرض والعفة والكرامة عندهم غير واردة، يعني لا ينظروا إلى هذا البعد. ثم لا يتصوروا أيضا أنه والله ممكن تحصل هذه الحالات، حالات الاغتصاب التي الآن بدأت تتكلم عنها القنوات، أيضا قد لا تكون متصورة، مع أني واردة بنسبة كبيرة جدا. مجرد ما أنت نقلتها، الآن المحرمية انتهت، أن الأب والأم بالنسبة للبنت يعني هم من يرعونها وإخوانها. صحيح. فإذا نقلتها إلى بيت آخر، عوامل السطوة موجودة في نهاية المطاف. هذه الأسرة التي نقلت إليها هذه البنت تأخذ مال مقابل هذا، تعفى من الضرائب مقابل هذا الوضع. فأنت نقلتها من حالة فطرية تؤدي إلى الرحم، إلى الرحمة من الأم والأب، إلى جهة أخرى تتعامل بمفهوم المنفعة، هي كيف يستثمر في هذا الطفل، وبالتالي يحرمونه من الاتصال بأمه، من اتصال بأبيه، ومن مراجعة من عودته مرة أخرى. مع أن سبحان الله القانون السويدي ينص على أنه، مع أنه ما حددوا المدة، لكن قالوا خلال مدة معينة، خلال مدة. ظلت مدة معينة الآن في أسر مثلا أطفالها ما رجعوا 7 سنوات. افترض أنه والله هنالك أسر مثلا، لا أسر ما رجعوا إليهم إلى الأبد يا شيخ حسن. صحيح، لا يعني عند السويدين، حتى عند السويدين وين إلى الأبد ما رجعوا يا شيخ حسن. صحيح، خصوصا أنت لما تقطع الاتصال وتأخذ الطفل وعمره صغير جدا. يعني سبحان الله، شوف الفارق شيخ برهان، لما تجد أنه والله الشريعة تمنع الأب من حضانة أطفاله في سن معين عندنا في الشريعة. نعم، إلى 7 سنوات، لا 7 مثلا أو 9 سنوات حسب. أيوة، عند أمه، عند أمه حسب المذاهب، حسب المذاهب. فإذا كان الأب لا يحق له أن ينتزع شرعا، لا يحق له أن ينتزع الأطفال من أمهم، نعم، وهو أب. نعم. إلا أن يثبت عجز هذه الأم من أنها غير قادرة لأمراض، غير قادرة، يبدأ هنا الانتقال. سبحان الله، لما تنتقل حتى في هذه المرحلة ينقلونه في الشريعة إلى الخالة ولا ينقلونه إلى العمة. إلى العمة، أي نعم. لماذا؟ لأن العمة أرحم، لأن الخالة أرحم، تأخذ نفس الحكم بتاعة الأم. الخالة هذه الحالة سبحان الله التي روعيت في الشريعة، للأسف الشديد هنالك طبعا عدمت تماما، فينقلون هذا الطفل إلى هذا. ثم هنالك مسألة مهمة جدا، إذا كان أنت تعتبر والله حالة عنف مثلا مورست على الطفل في البيت، طيب ما رأيناه الآن في السوشيال ميديا، في الفيديوهات، هذا الشرطة التي تأتي وتنتزع الأطفال والأطفال نعم. يبكون. نعم. يعني حتى هذه الحالة نفسها ما هي اللي أنت أصلا مهرب منها الأطفال. يعني نفس أنت تمارس ما حاولت أن تحتج به، لا حول ولا قوة، مع أنه سبحان الله لا يمكن لأب مهما كان إنه والله أن يقسو على أولاده بقصد العداوة. فضحهم الله عز وجل، فضحهم الله عز وجل. يعني للأسف الشديد الطفل الذي فر من السوسيال نعم. وقبض عليه الشرطي، رأينا كلنا ورأت كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل وسائل، رأيت وهو يضغط ووضع ركبته على رقبته والطفل يبكي ويخرج من فمه دم. نعم. هل هذه الآن رحمة؟ هل هم الآن أرحم بهذا التصرف من الأم بابنها؟ مستحيل. في حين أنهم هم مباشرة شيخ حسن يعني ينتزعون الطفل لمجرد أن الأم إذا رفعت صوتها على الطفل، لمجرد الرفع فقط. نعم. إذن هناك استقصاد يا شيخ حسن. نعم. استقصاد في سحب أطفال المسلمين من أيديهم. نعم. ولا أدري هل هم يطبقون هذا في السويديين الأصليين؟ نعم. هل هم يقومون بانتزاع أطفال الطفل السويدي من أمه السويدية الشقراء الحمراء؟ هل يفعلون هذا؟ على كل التقارير والتصريحات التي نقلت من عدد من الأسر الآن التي قدم الشكاوى واحدة من الملاحظات التي اطلعت عليها أن الذين أتوا من الخارج يقولون بأن والله حتى على افتراض أن هذا قانون يطبق على الجميع، لاحظنا يقول بأن السويدي مهما فعل تجاه طفله مثلا لا يطبق عليه القانون. فهنالك مثلا تمييز فيه. إذا صحت هذه الإشكالية، أنا في تقدير إذا صحت إنه والله هنالك ازدواجية في تطبيق القانون، أنك والله تتساهل مع السويدي كما تفضلت وتصعب الأمور على الجهات الأجنبية، فإنك بذلك تحول هذا القانون من قانون حماية الطفل
إلى قانون رق الطفولة أو استعباد الطفولة في هذه هو ذا الذي يظهر يا شيخ حسن. للأسف الشديد ما نلاحظه مهما حاولت على كل الحكومة السويدية قد تدافع، المنظمة السوسيال نفسها قد تدافع، لكن لا يمكن أن تقنع الناس بأنه والله بيت الأبوة والأمومة صار من القساوة. مثلا أنا قد أتقبل إذا كان هنالك أحد الأبوين ارتكب خطأ في حق طفل مثلا، يمكن أن تفصل الأب وتترك الطفل مع أمه، لكن هل يعقل أن الأب والأم كلاهما صاروا غير صالحين لهذا الطفل؟ يعني أم أن والله في المقابل لماذا لا تكون هناك دورات في تعليم الأمهات وتعليم الآباء؟ إن كانوا صادقين لماذا لا يقيمون توجيه كيف تربي طفلك، كيف تحافظين عليه، إذا بكى سننتزعه منك؟ لماذا لا يفعلون هذا؟ لماذا هم ينتظرون اللحظة التي يخطئ فيها الأب أو تخطئ فيها الأم فيتم انتزاع الطفل منهم؟ لماذا؟ للأسف الشديد واضح جدا أن هنالك مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون. يعني تحولت هذه المسألة الآن إلى تجارة أيا كانت. هنالك أسر كما ذكرت لك تستفيد أول بشكل كامل من هذا الوضع. يبدو أن السوسيال نفسها قد لا تكون خالية أيضا من عمليات الفساد، وهي تعطي هذه الأسر. أنا لا أتصور عموما أن تكون هي نفسها خالية من الفساد، لأنه لا يمكن بهذا التطبيق الذي فيه قسوة وفيه عنف وفيه خروج عن القانون وفيه تجاوزات بهذا الحجم ثم لا تكون والله هي فعلا في الصورة بهذا يعني هذه عمليات الاغتصاب، عمليات التحرش، لدرجة أنه والله وصل الأمر بالأطفال أنهم والله ينتحروا. طيب كيف سيكون هذا الوضع وأنت تقول والله أنا أريد أن أحمي الطفل وأنت تعذبه نفسيا، تعذبه اجتماعيا، تعذبه روحيا، تعذبه. طيب شيخ حسن، الحمد لله الذي فضح هذه الدول في عداوتها للإسلام والمسلمين من خلال ما رأينا فيما كانوا يسمونه بالدول الإنسانية والدول الديمقراطية، وهم ينتزعون فلذة أكبادنا. يعني المسلم حينما يهاجر يا شيخ حسن إلى بلاد الكفار ويحصل على لعاء الدنيا من المنازل ثم يخسر واحد من أطفاله أو أطفاله كلهم، ماذا كسب من الدنيا إذن؟ نعم. هنا يجرنا شيخ حسن على هذا. نعم. في حكم الذهاب إلى بلاد الكفار والحالة هذه. نعم. ما نصيحتكم في من هو عايش من الإريتريين اليوم بأطفاله وأبنائه ويتوالدونهم يرون هذا الوضع؟ تمام. وما حكم أيضا من ينوي الذهاب إليهم؟ وما حكم كذلك من يدافع عنهم ظلما وعدوانا وجهلا؟ الذي يدافع عنهم اليوم ما حكمه كذلك؟ ثلاثة أسئلة. أنا حقيقة خليني أدخل أكثر من مدخل في هذا الموضوع. المدخل الأول حقيقة ما رأيناه وصمة عار في جبين الدول الإسلامية كلها، يعني أن يكون أبنائنا يشردون في هذه. يعني معقول لم تستطع دولنا الإسلامية قاطبة من أنها والله تستقبل هؤلاء الناس ليكونوا في ديار الإسلام وفي بلاد المسلمين ويعيشون الحياة الكريمة؟ أول هذه إشكالية كبرى. يفترض حقيقة المؤسسات الرسمية والحكومية والرؤساء عليهم مسؤولية كبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن كل طفل شرد في هذه الديار أو ضاع أو خرج من الإسلام، لأنه في نهاية المطاف هذه القضايا أنت تعرف طفل لما أنت والله تسلمه إلى أسرة غير مسلمة بطبيعة الحال سيربى تربية غير إسلامية وقد يتنصر ويخرج من الدين. فهذه كلها النقطة الأولى من حيث المسؤولية العامة، أننا مسؤولين للأسف الشديد. دولنا الإسلامية لم تكن بالشكل المطلوب فيما يتعلق بأن تكون دول فعلا قائمة بمسؤولياتها. الأمر الثاني، أقول لهؤلاء الذين ذهبوا سبحان الله لتحسين الأوضاع، أنا ما أعتقد كل الذين ذهبوا ما في واحد مشى يحسن وضعه، هو مشى ليحسن وضع الأطفال. صحيح. فإذا به يفقدهم. نعم. يعني أنا أتصور سبحان الله هذا الأب السوري الذي يعني شكى شكوى مرة وسجل التسجيل الذي جعل العالم كله يتحرك، أتصور لو قيل له إنه والله يا أخي أنت تعيش في قرية من قرى سوريا أو في قرية من قرى العراق وفي العراء كده هكذا، لكن أطفالك معك، يقول لك والله أحب إلي من هذه الحالة التي أنا أعيش. لماذا؟ ذهب حتى يحسن الأوضاع. نعم صحيح. فإذا كان والله أنت ذهبت لتحسن الأوضاع وفقدت الأصل، فقدت أصلك، فقدت هؤلاء الأطفال، والمصيبة أنك لا يمكن أن تستريح مدى الحياة، خصوصا إذا كان خلاص ضاع هؤلاء ولم يحصل عليهم. وممكن ببساطة يعني أحيانا تتقصد هذه الدول أن لا يكون هنالك عودة مرة أخرى إليك أصلا، لأنهم أصلا رهانهم في موضوع الهجرة رهانهم على جيلين. الجيل الأول
مدركين أنه لن يندمج لهم اندماجا كامل. الجيل الثاني والثالث يراهنون على إدماجهم كاملا في منظومتهم، وبالتالي يتخلى عن خلفياته مع الأسف. وهذه رسالة لكل مسلم إريتري أحسنت. يذهب بنفسه، سيموت هو إن شاء الله مسلما، نعم، وربما يموت أبناؤه أيضا مسلمين، لكن أبناء أبنائه في خطر. نعم، في خطر شديد، في خطر شديد. النقطة الثالثة أنا أقول إذا كان هنالك يعني بالإمكان أن يعيش الإنسان محافظ على دينه وعلى أسرته وعلى أطفاله في حدها الأدنى من الكرامة الإنسانية والحياة المناسب في أي بلد إسلامي، فإننا ننصح بذلك ولا يذهب الإنسان إلى تلك البلاد. وحقيقة المسائل هذه يمكن كل أرض الله واسعة يا شيخ حسن، أرض الله واسعة، ويمكن الإنسان أرض الله. كل الدول الإسلامية تعبانة في هذا المجال. نعم. إن كان بعض الحكام تعبانين، نعم، وسوف يحاسبهم الله عز وجل، أو بعض الحكام النصارى وأعداء الإسلام المسلمين، نعم، ثمة هناك دول إسلامية موجودة يا شيخ حسن. صحيح، الحمد لله. فهي أنا أتصور على كل ستفتح المجال للناس إن شاء الله. والفساد يعني لا يخفاكم شيخ حسن يتفاوت، يعني فساد يعني خسارة الأبناء في وجود بعض الفساد في بعض الدول. نعم. نعم. أنا أفضل الذي فيه بعض الفساد يعني ويحفظ فيه أبنائي وبناتي ويكونوا تحت عيني. لا، هي الخطورة شيخ برهان يعني لما يكون والله الفساد نفسه مقنن ويكون في ويحمى مصيبة. هذه إشكال. يعني أنت الآن في كثير من ديار الإسلام يمكن على الأقل أطفالك معك، عندك إمكانية النصح، الإرشاد، التوجيه، الولاية، وزوجتك معك والأمور مستقيمة. لكن هذه الدول تسلط الزوجات عليك. نزع الولاية عن الأب، نزع الولاية عن الأم، نزع الولاية عن الأسرة كأسرة، التفكيك المتعمد، محاولة التمرد الكامل. واحدة من الأخوات تقول أخذوا بنتي ثم ردوها لي بعد 4 سنوات، لكن ليست بنتي بالمعنى الذي أعرفها. قالوا لها كيف؟ قالت ليست البنت التي ربيتها. نعم. فهذه الإشكالية يعني ما الفائدة. اي نعم. هذه على كل لا بد من أن المسلمين عليهم الانتباه. وخصوصا أيضا نلاحظ الآن أن هنالك حالة أيضا من التطرف اليميني الكبير جدا ماشية في أوروبا، حتى الكثير من الناس أيضا قد لا يلتفت إلى ذلك. أنت الآن قبل سنوات ما كانت قضية مثلا القضايا المتعلقة بالجنس مثلا ما كان يجبر عليها في المدارس لا تعليما ولا ممارسة ولا مثلا. الآن بعض الدول صارت إلزاما، لا بد إن والله الطفل وهو طفل في المرحلة بتاعت الطفولة أن يقع منه ذلك وأن يمارس. لماذا يا شيخ حسن يجبرون الطفل على تعلم الأمور الجنسية؟ نعم. يعني الله عز وجل يقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. الأطفال لم يظهروا على عورات النساء. نعم. لماذا هذه الدول الفاجرة أسميها أنا تلزم تعليم أطفال المسلمين أو الأطفال عموما إلى هذا الخنا؟ نعم. يعني ألا يستحون يا أخي؟ العفة دعت إليها كل الأديان. نعم. وتقبلها كل الفطر السليمة. صحيح. لماذا اليوم هؤلاء يدعون إلى الخراب وإلى الخبث والعهر وإلى الرذيلة؟ والله رذيلة يا شيخ حسن. صحيح. يعني معاداة للفطر السليمة. حتى النصراني والنصرانية العاقلة تخلوا. طبعا أنت لا تنسى أنهم تخلوا حتى عن الديانة المسيحية المحرفة، تخلوا عنها، وهذه فيها بقايا كما تفضل، بقايا الأخلاق والقيم كانت موجودة، لكنهم للأسف الشديد وخصوصا زي دولة مثل السويد تكثر فيها نسبة الإلحاد بنسبة كبيرة جدا. فهؤلاء أصلا تجردوا من شيء اسمه أخلاق، تجردوا من شيء اسمه أديان، تجردوا من هذه القيم، وبالتالي هم الآن يعيشون من مرحلة الرغبات والشهوات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فعندما تتحكم منظومة الشيطان في أي نظام، دولة، أسرة، مجتمع، فإنه يأمرهم مباشرة إلى الفحشاء. والله يأمر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم طيب انتهت حلقتنا يا شيخ حسن. نعم. ما هي نصيحتك للجالية الإريترية التي يعيش في السويد خاصة؟ نعم. وفي دول أوروبا عامة؟ أول نصيحتي حقيقة ابتداء أنا أؤكد على مفهوم أنه والله على المسلم أن يبحث العيش في ديار الإسلام، وخاصة هنالك للأسف الشديد أشخاص هم مقتدرين أن يعيشوا في ديار الإسلام بشكل يحافظوا فيه على دينهم وعلى أولادهم وعلى أسرتهم، ومع ذلك ذهبوا إلى هناك. فهؤلاء عليهم أن نخشى عليهم أن يحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، وهو أوزار أبنائهم وأطفالهم. هذه إشكال. فهؤلاء ننصح أنهم عليهم أن لا يغامروا بهذا الموضوع ويضيعوا. النقطة الثانية، من ابتلي وذهب إلى تلك الديار لا بد أيضا أن يدرك تماما طبيعة القوانين هناك، ويعرف
كيف يؤهل نفسه ويؤهل أسرته حتى لا تتفكك، يعني هذه المسألة. مطلوب كذلك معرفة القوانين، لأن يعني بعض الناس، وهنا طبعا يأتي دور الجاليات، تكون في مجموعات تندمج في المجتمع قبل أن تتعرف بشكل كافي على ما يلزم. هنالك مسألة مطلوبة من الجاليات المسلمة، وهو أهمية تصعيد هذه القضايا الآن من الناحية الإعلامية ومن الناحية القانونية، في محاولة أن يبينوا للمنظومة الغربية. إذا كان في السبعينات لم يكن في السويد مثلا تلك الجاليات المسلمة بالحجم اليوم، لا، في جاليات محترمة جدا في كل البلدان. لا بد أن يبينوا له من خلال مذكرات قانونية، ولو يرفع الأمر إلى المحاكم الأوروبية، أن يبينوا بأن هذه القضايا ليست قضية فقط أنه والله طفل أخذ من أمي، لا، يتصادم مع منظومة الأحوال الشخصية في الأسرة المسلمة، لأنه صحيح. كل منظومة الأحوال الشخصية تراعيها كل المنظومات العالمية، فيجب أن يكون هنالك مقاومة لهذا النوع من المشاريع فيما يتعلق بصلب القانون، وليس فقط في الحواشي، لا، يبين للناس بأن والله المسلمين هذه القوانين لا تنسجم مع عقيدتهم ولا دينهم ولا إسلامهم، فلا بد على الأقل أن تكون في أيضا تحركات في هذا الاتجاه إن شاء الله. أحسنتم شيخ حسن، جزاكم الله خير. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا الإريتري الذي يعيش في السويد وفي كل بلدان أوروبا وفي كل بلدان الكفار. يلوموننا بعض الإخوة يقولون لا تقول بلاد الكفار، هم الله عز وجل سماهم كفار. يعني إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذه موجود، فلا تلومونا، جزاكم الله خير. أنتم تعيشون في بلاد الكفار، ولذلك نحاول قدر المستطاع أن نتقي الله في أبنائنا، أن نتقي الله في زوجاتنا، أن نتقي الله في أبناء أبنائنا، ونحاول قادرين جاهدين أن ننتقل إلى بلاد الإسلام والمسلمين، حتى لو خسرنا بعض الأموال، حتى لو خسرنا بعض الجاه، حتى لو خسرنا بعض الوظائف، فالواجب علينا أن نحافظ، لأن هذه الدنيا مشاهدي الأكارم هي ساعة وتنقضي، ثم نقف بين يدي الله عز وجل ويسألنا عن هذا كله. والله سنندم اللحظة التي ذهبنا إليها. نعم، نحن ذهبنا وسافرنا مجبرين لظروف بلادنا ولظروف البلدان المجاورة. طيب، لما تمكنا وقوي ظهورنا في بلاد الكفار وأصبح عندنا القدرة المالية والقدرة العقلية والقدرة تتفاهم يعني الأسرة هذه الأمور ثم تنتقل. لماذا لا ننتقل؟ لماذا وقد وفقنا الله عز وجل وأمكننا؟ لذلك هذا أمر خطير جدا جدا، وأنتم تشاهدون. والله أعلم أيضا أن المستقبل القادم هو خطير حقيقة، في أن تقام هناك حروب بين المسلمين والكفار، فيحمل ابنك سلاحا ضد أخيه المسلم ويقتل أخاه المسلم. ماذا تنتظر؟ هل تريد أن تنتظر إلى هذه اللحظة؟ وماذا تنتظر؟ أن تغتصب ابنتك أيضا وأن تلد من الكفار؟ تنتظر هذه اللحظة؟ لا 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 تكن غافلا أخي المسلم، لا تكن غافل، لا تنظر إلى هذه السنوات البسيطة فقط، انظر إلى 50 سنة 60 سنة ماذا سيقول الموضوع. لذلك هذه نصيحتنا لكم إخواني في الله. اليوم الدول الإسلامية موجودة ولله الحمد، نعم فيها ظلم، نعم فيها نقص، نعم فيها بعض لكن فيها دين، فيها مساجد، فيها الله أكبر، فيها صلاة، فيها عبادة، فيها أن تحافظ على ابنك، لا أحد ينتزع ابنك منك ولا زوجتك منك، ولا أحد يحرض زوجتك عليك أبدا. هذا الحمد لله بالبلدان الإسلامية هذا مرفوض تماما. فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ونصيحتي أيضا للذين يدافعون عن هؤلاء الكفار، أنا أقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، اتقوا الله في هذه المدافعة الباطلة الظالمة. والحمد لله الذي فضح هؤلاء، والحمد لله الذي سخر لهم من الإعلاميين من يفضحهم. لك الحمد ربنا ولك الشكر. باسمكم جميعا تقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان ولكل إعلامي لامع الذي قام بالدفاع عن أعراض المسلمين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أخوكم برهان يحييكم وإلى اللقاء. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل